أهلا بيكم. ده بودكاست بسيطة، المكان اللي بنقف فيه لحظة بعيد عن دوشة الدنيا، وببساطة هنقرب من مشاعرنا من غير توتر ولا ضغط، لأن كل شعور صعب جوه رسالة وجانب إيجابي إحنا مش شايفينه. أنا نور رجب، معلقة صوتية، وظيفتي إني أحول الكلمات المكتوبة لصورة من الخيال جوه فكر اللي بيسمعني، وحبيت أستخدم صوتي عشان أوصل رسالتي، عشان نشوف الدنيا بشكل أجمل، وده من فهمنا لمشاعرنا صح. والمشاعر اللي بنسميها سلبية هنحولها لطاقة تساعدنا مش تعطلنا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة، الغيرة وقود النجاح. أوقات كتير بنخاف نعترف إننا بنغير. أول ما نحس بالشعور ده بنهرب منه، لأن الغيرة دايماً سمعتها وحشة، يمكن لأننا شفناها وهي بتخرب علاقات وتفسد صداقات وتخلي الإنسان يتمنى زوال النعمة من غيره. ولو بصينا في أول قصة قتل في التاريخ هنلاقي إن سببها كان الغيرة. علشان كده أول ما نحس بيها بنعتبرها عدو. لكن هل كل الغيرة شر؟ أنا شايفة إن الغيرة زي النار. النار ممكن تحرق بيت كامل وممكن تدفي بيت كامل. الموضوع مش في النار نفسها، الموضوع في طريقة استخدامها. كلنا مر علينا الموقف ده. تشوف شخص وصل لمكان كنت نفسك توصله، أو حقق هدف انت لسه بتحاول عشانه، أو عايش الحياة اللي بتحلم بيها، وفي اللحظة دي بيظهر السؤال الحقيقي: هتعمل ايه بالشعور ده؟ ممكن تقول اشمعنى هو، وتفضل تدور على أسباب تريحك. يمكن محظوظ، يمكن ظروفه أحسن، يمكن الدنيا ساعدته. ومع كل مبرر انت بتبعد خطوة عن حلمك. وفي طريق تاني، انك تبص لنفس الشخص وتقول طالما وصل يبقى الطريق موجود، طالما نجح يبقى النجاح مش مستحيل. وهنا بتحصل حاجة جميلة جدا. الغيرة بتتحول من مقارنة لإلهام، وبدل ما تسأل اشمعنى هو وانا لأ، تبدأ تسأل ازاي عملها. بدل ما كنت بتراقب النتيجة بتبدأ تدرس الرحلة. بدل ما كنت تتمنى اللي عنده يختفي تبدأ تفكر ازاي تبني اللي عندك. وأعتقد إن دي واحدة من أجمل صور النضج، إنك تشوف نعمة عند شخص فتقول يا رب بارك له فيها، ويا رب ارزقني زيه. أكتر حاجة لفتت انتباهي في موضوع الغيرة إنها أحياناً بتكون صادقة أكتر من أحلامنا نفسها. إزاي؟ في ناس كتير لو سألتها إيه أحلامك تحتار في الإجابة، لكن الغريب إنها أول ما تشوف شخص ناجح في مجال معين تحس بوجع جواها. شخص نشر كتابه الأول، شخص أسس مشروع ناجح، شخص بيتكلم لغة جديدة بطلاقة، فجأة بيحصل حاجة جواه، شيء يشبه الضيق أو الحزن أو التمني، وأحياناً بنسميه غيرة. لكن يمكن الشعور ده بيحاول يقول لنا حاجة تانية. يمكن بيقول بص هنا، دي الحاجة اللي نفسك فيها. يمكن طول الوقت كنت مشغول لدرجة إنك ما سمعتش صوت رغبتك الحقيقية، فجات الغيرة عشان تكشفها. علشان كده أحياناً لما نحس بالغيرة بدل ما نحاكم نفسنا نسألها هو أنا غيران من الشخص ولا غيران من النتيجة اللي هو وصل لها؟ في فرق كبير، لأن الشخص نفسه غالباً مش هو المشكلة. المشكلة إنه بقى المراية اللي شفنا فيها الحلم المتأجل. وأعتقد إن اللحظة دي من أهم اللحظات في رحلة أي إنسان، لأن بدل ما يفضل ينكر رغبته يبدأ يعترف بيها. وأول خطوة لتحقيق أي حاجة هي الاعتراف إنك عايزها أصلاً. الغيرة الإيجابية مش معناها إنك ما تتأثرش بنجاح غيرك، بالعكس هي إنك تتأثر لكن في الاتجاه الصح، إن نجاحهم يصحي أحلامك مش جروحك. ويمكن عشان كده لازم لما نحس بالغيرة ما نهربش منها، نقعد معاها شوية ونسألها انت جاية تقولي ايه؟ ايه الحاجة اللي نفسي فيها ولسه ما اعترفتش بيها؟ ايه الحلم اللي شايفه في حياة غيري ومحتاجة اشتغل عشانه؟
أحياناً الغيرة بتكون رسالة بتقولك في حاجة نفسك فيها بصدق فاتحرك، وفي نسخة أفضل منك مستنية خطوة. وفي الآخر الغيرة مش حرب بينك وبين الناس، هي حوار بينك وبين نفسك، يا إما يستهلكك يا إما يطورك، والاختيار دايماً في إيديك. وفي نقطة مهمة جداً، مش كل نجاح تشوفه لازم يشدك، ومش كل شخص تغير منه لازم تقلده. أحياناً بنقع في فخ المقارنات المستمرة، نشوف شخص مشهور نتخيل إننا عايزين نتشهر زيه، ونشوف شخص غني نتخيل إن إحنا عايزين نبقى أغنياء زيه، ونشوف شخص ناجح فنعتقد إن إحنا عايزين نعيش حياته. لكن الحقيقة يمكن لو عشنا يوم واحد مكانه نكتشف إننا مش عايزين اللي عنده أصلاً. علشان كده الغيرة الإيجابية محتاجة وعي، مش مجرد إني أقول أنا عايز أبقى زيه، لكن أسأل هو ده يناسبني فعلاً؟ هو ده الحلم اللي أنا عايزه؟ ولا حلم فرضته عليا المقارنات؟ لأن في ناس بتجري سنوات طويلة وراء أهداف مش أهدافها، وفي النهاية تكتشف إنها كانت بتحاول إنها تبقى نسخة من شخص تاني. لكن الحقيقة أجمل نجاح ممكن يحققه الإنسان هو إنه يبقى النسخة الأفضل من نفسه، مش نسخة من حد تاني. فلو حسيت يوم بالغيرة ما تخافش منها ولا تبررها ولا تنكرها، استقبلها كأنها رسالة محتاج تفهمها. يمكن تكون جاية تقولك اتحرك، اتعلم، اجتهد، احلم من جديد. يمكن تكون جاية تفكرك بحاجة نسيتها وسط زحمة الحياة، إنك لسه قادر تطور، وإن الطريق اللي وصله غيرك مفتوح قدامك انت كمان. يمكن يختلف الوقت، يمكن تختلف الظروف، لكن مادام في حد قدر يبقى الفكرة نفسها موجودة. وفي رأيي أجمل أنواع الغيرة هي الغيرة اللي تخليك ترجع لنفسك، لأن الحياة في النهاية مش سباق بينك وبين الناس، هي رحلة طويلة بينك وبين أفضل نسخة منك ممكن توصل لها. لو الكلام ده لمس حاجة جواكم، لو حسيتوا إن في مشاعر كنتوا محتاجين تسمعوها من زمان، تابعوا بودكاست بسيطة وساعدونا نوصل لناس محتاجة تسمع الكلام ده زينا. رحلتنا لسه في أولها، رحلة تصالح، فهم، هدوء، رحلة نرجع فيها لنفسنا. وافتكر دايما إنك تحب نفسك لأنها تستاهل إنها تتحب.